اهلا بكم، اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا ترشيح لفيلم جديد، وفيلمنا هو وحش البحر، وهو فيلم كرتون عائلي. المهم، الفيلم بيبدأ ببنت يتيمة اسمها ميز برامبول. كانت عايشة في دار ايتام، وبتحب قصص الصيادين اللي بيصطادوا الوحوش البحرية، خصوصا ان اهلها زمان كانوا صيادين وماتوا وهما بيحاربوا الوحوش. فكبرت وهي شايفة انهم ابطال. وفي يوم من الايام وهي ماشية في الشارع بتشوف سفينة ضخمة، واللي بيقودها كابتن مشهور اسمه كابتن كرو، ومعاه الصياد الشاب جيكوب هولاند اللي زي ابنه لأنه مربيه من زمان. في نفس الوقت الحكومة أعلنت إنها هتستغنى عن الصيادين وهتخلي الجيش هو اللي يتولى صيد الوحوش، والقرار ده استفزهم جدا. فوقفوا قدام الملكة ووعدوها إنهم هيصطادوا أخطر وأكبر وحش بحري في الوجود، الوحش اللي كل الناس بتخاف حتى من اسمه، وهو ريد بلاستر، يعني الأحمر الكبير. وهنا بقى بتدخل ميزة على الخط وبتقرر تستخبى في المركب، وفعلا بتدخل من غير ما حد ياخد باله. وبعد شوية من الإبحار الطاقم بيكتشف وجودها، وجيكوب كان ناوي ينزلها في أول مدينة، بس ميزي قدرت تقنع الكابتن كرو، والكابتن بيوافق لأنه مش عايز يتعطل ولا يخسر وقت من الرحلة. وبعد كده السفينة بتلاقي الوحش الأحمر الضخم اللي اسمه ريد بلاستر، وبيهجموا عليه، بس الوحش قوي جدا والسفينة كانت هتتدمر. وفي اللحظة دي ميزي بتلاقي فرصة تقطع الحبل اللي رابط الوحش بالسفينة، فجيكوب بيتردد يمنعها ولا لأ، بس في الآخر بيسيبها تقطع الحبل، وده بينقذ الطاقم. بس الوحش بيهرب، وميزي وجيكوب بيقعوا في البحر، وكابتن كرو بيتجنن من الغضب وبيرفع السلاح على جيكوب وبيطلب منه يسلمه ميزي. بس قبل ما يحصل حاجة الوحش بيرجع وبيبلع جيكوب وميزي مع بعض وبيغطس بيهم لتحت البحر. والوحش بياخدهم لجزيرة معزولة فيها وحوش بحرية تانية، وميزي بتكتشف إن الوحش ده مش شرير وبتسميه ريد، وبتبدأ تتقرب منه وتبقى صاحبة ليه. وفي نفس الوقت بتتعرف على وحش صغير تاني وبتسميه بلو، وبتبدأ تصدق إن الوحوش دي مش أشرار زي ما كانوا بيقولوا لها. لكن جيكوب بيبقى رافض الفكرة في الأول، ومع الوقت ميزي وجيكوب بيقنعوا ريد ياخدهم على جزيرة تانية اسمها روم بيبر آيلاند عشان يلاقوا هناك سفينة ترجعهم لمدينة سيري بريدجز. وفي نفس الوقت كابتن كرو بيبقى مصدوم ومعتقد إن جيكوب مات، فبيروح لواحدة مشهورة بتبيع سلاح وبتساعد الصيادين اسمها جوين باتربي، وبتديله رمح في سم قاتل يقدر يقتل بيه ريد لو ظهر تاني. وهم راكبين على ظهر ريد ميزي وجيكوب بيبدأوا يتقربوا من بعض، وجيكوب بيبدأ يقتنع إن الوحوش دي مش خطيرة. بس لما بيوصلوا لجزيرة روم بيبر بيلاقوا هناك سفينة اسمها الإمبراطور اللي بيهجموا على ريد، فريد بيتعصب وبيدخل في قتال معاهم. وفي وسط المعركة دي ميزي بتتصاب بالغلط، فريد بيغرق السفينة وبيفقد أعصابه، لكن جيكوب بيهديه وبيمنعه يقتل قائد السفينة. وبعد كده ريد بيشوف سفينة كابتن كرو وبيهاجمها، بس بيتضرب بالرمح السام وبيتصاب إصابة خطيرة، وكابتن كرو بيخليه عايش بالعافية وبيشدوا معاه عشان يقدموا للملك والملكة. وميزي بتفوق من إصابتها، لكن بيحبسوها في السفينة لحد ما بلو الوحش الصغير بيحررها. وهي بتكتشف إن كل اللي كانوا بيحكوه عن خطورة الوحوش طلع كذب من الحكومة والملوك عشان يخلوا الناس دايما خايفين ومش بيعرضوهم. وفي مشهد النهاية كرو بيجهز عشان يقتل ريد قدام الناس، بس جيكوب بيوقفه وبيحصل قتال ما بينهم. في نفس الوقت ميزي ومعاها واحدة من طاقم السفينة اسمها سارة اللي صدقت كلام ميزي وبيحرروا ريد من القيود. وميزي وجيكوب بيقنعوا ريد يسيب كرو يعيش وما ينتقمش، بيفضحوا قدام الناس كل الكذب اللي اتقال عن الوحوش، والناس بتشوف بعينيها ان الوحوش مسالمة، وبيقرروا يبطلوا يطاردوهم. وكرو والملك والحاشية بتاعتهم بيتفضحوا، والناس بتبدأ صفحة جديدة. وفي الآخر ميزي وجيكوب وبلو بيعيشوا سوا كعيلة جديدة بعيدة عن الصيد والعنف. والفيلم بيعلمنا إن مش كل اللي سمعناه وإحنا صغيرين لازم نصدقه، وإن ساعات الوحش بيكون هو الضحية مش العكس. وبيعلمنا كمان إن الشجاعة مش بس في القتال، لكن في إننا نواجه الخوف ونفتح عينينا على الحقيقة مهما كانت صعبة. والقصة بتورينا إن الفهم والتسامح ممكن يغيروا كل حاجة، حتى مع اللي كنا بنعتبرهم أعداء. وارشح لكم الفيلم ده لأنه مش بس مغامرة جميلة، ده كمان بيلمس القلب وبيخليك تفكر في حاجات كتير حوالينا بشكل مختلف. لو عايز تشوف قصة فيها أكشن ودراما ومعاني هتفضل معاك بعد ما تخلص الفيلم ده هيكون اختيارك الصح. المهم، هنتظر رأيكم وتعليقاتكم لما تشوفوا الفيلم. أشوفكم في فيديو قادم، سلام.